عمرك حسيت إنك ساعات بتقف ضد نفسك؟ كأن في صوت جواك بيوقعك من غير ما تحس. الصوت ده اسمه الناقد الداخلي. ده مش مرض ولا وسواس، ده صوت بيكبر مع الوقت وبيقولك كلام سلبي جدا. بس المشكلة إنك بتصدقه عشان بيجي بصوتك أنت، بيقولك أنت مش قدها، أكيد هتغلط، ليه حد يختارك أصلا؟ الناس أحسن منك. والكارثة إنك تسمع الكلام وتتحرك بناء عليه. الناقد ده بيجي من مقارنات الطفولة، تجارب اتقللت فيها، خوف من الفشل، أو حتى المجتمع اللي بيطلب منك الكمال. أول ما تسمعه ما تتخانقش معاه، بس قول لنفسك ده صوت خوف مش حقيقة، ده رأي مش حكم عليا. الوعي لوحده بيكسر 50% من قوته. جرب تعمل كده. لما الصوت يقولك انت هتفشل، اسأله فين الدليل. ساعتها هتكتشف انه مجرد توقع مش واقع. لما تواجه الناقد الداخلي اللي جواك، مش بتبقى أقوى منه بس، انت بتبقى أقوى من النسخة القديمة من نفسك. لو عايزين جزء تاني عن ازاي ندربه قولولي في التعليقات.